يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار، يا ابو ضحكة وصوتها في قلبه بيضوي ألف نهار، يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار. ازيكم يا جماعه؟ الحلقه دي مستنيه بقى لي فتره الصراحه عشان الحلقه دي عن الكرتون. طيب الكرتون المصري في تاريخه بالنسبه لي مربك شويه، يعني احنا مثلا المفروض ان من اوائل الناس اللي بدات في الصناعه في الثلاثينات. ايد الاخوان فرانكل اللي كانوا من اصل روسي بس عاش شويه في مصر، طلع شخصيه اسمها مش افندي، اشتغلوا بمجهودات فرديه تقريبا. بعد كده بقى مع هجرتهم في اواخر الاربعينات اول الخمسينات تقريبا الصناعه دي تعتبر يعني اختفت، وكان مثلا بتظهر على استحقاق كده كل فتره في 3 افلام. بعد كده بقى في البرامج والمسلسلات لما التلفزيون ظهر في الستينات، ومن مراجعتي تقريبا لحد الثمانينات يعني مفيش حاجه تذكر قوي. الواد سامر رزل من امبارح وهيتصل بينا هنا دلوقتي. عارفين يا اخوان ده في مين؟ ايوه لحد بقى وصلنا للثمانينات وبدأ فيها كرتون كده ايه من نوع مختلف شويه، اللي هو انا شايف الصراحه ان احنا كنا مميزين فيه قوي، بس للاسف يعني ما استغلناش الفرصه او ما استغلناش النجاح اللي ده عمله، زي بقى بوجو وطمطم بفطوطه عالم سمسم بعد كده. المهم ان ده كان جزء تقريبا من صناعه الانيميشن، يعني ما كانش مكلف قوي وفي نفس الوقت كنا بنعرف نطلع منه حاجه حلوه قوي وحاجه مميزه، واهم حاجه ان هو شبهنا، ما عدا عشان كان بيخوفني قوي الصراحه. بعد كده دخل لنا اختراع عبقري جدا اسمه الكمبيوتر. انا عاوز كمبيوتر. خد ابو كرتونة، اكبر شركة استيراد تابعة لهيئة الاستثمار. عاوز سماعات سبيكر. خد تاني ايه؟ ما تستبخش الامور يعني. سماعات نقية وقوية وامكانيات بسيطه، عملنا حاجات مميزه بيه ومصريه جدا برضو، زي بكار وسوبر هنيدي وسنوحي وحاجات تانية كتير. وتقريبا في حدود 2007 2008 كده دخلنا 3D مصر وعملنا حاجات برضو كانت لذيذه قوي، زي بقى بسنت ودياستي، تراكيب، القبطان عزوز مثلا. برضو تقريبا التجربه الوحيده اللي استخدمنا فيها الكات اوت انيميشن. هو بالمناسبه يعني في عامل مشترك في ال3 مسلسلات دول، هو ان اللي كتبهم شخص واحد وهو احمد امين، كان في الابداع منه كده. هو اللي كتب 3 مسلسلات مهمة، كوكب كراكيب ودياستي، بسنت ودياستي، بعدين القبطان عزوز. مظبوط. المهم تقريبا بقى يعني مفيش حاجه اخر 10 سنين تتقال غير ان بكار رجع بس بقى 3D، وسوبر هنيدي رجع برضو، بس يعني ما كانتش تجارب رجوع لطيفه بالنسبه لي قوي الصراحه. ولا انت شفت؟ يالا سهرت طول الليل لحد ما يناموا، ما عرفتش اشوف غير 5 دقايق بس 5 دقايق ايه يا اختي؟ وايه الاخبار؟ في الاول عليت ايه اعلانات من بتاعه السات والحاجات دي. انتوا عامله ازاي؟ الا صورته ولا القناه الاولى. اديني في المحليات. طيب احنا بقالنا كتير قوي بقى ما بنعملش حاجه جديده بجد قوي. هو كل رمضان هنعمل مسلسل ولا 2 توعويين سيكا، لازم يكونوا 3D عشان احنا جامدين جدا، ونعرضه الساعه 5 قبل الفطار، اللي هو الوقت ما حدش بيتفرج فيه على اي حاجه ده ولا حد بيشوف التلفزيون اصلا، وبس خلاص. لا بجد بس خلاص. المسلسلات من اللي شفته منها في اخر فتره تقريبا ما تقدرش تميزها عن اي مسلسل عادي حتى اللي مش كرتون، يعني لو حطيتهم جنب بعض كده مش هتحس بفرق قوي. ببقى مش فاهم هو ده اتعمل انيميشن ليه. طب هقول لك على حاجه، يعني واحنا اطفال كده كان دايما بيبقى عندنا صندوق العاب كده كبير قوي. المهم بقى الصندوق ده كنت دايما تلاقيه بقى يعني بيبقى عندك عند قرايبك عند صحابك برضو. الصندوق ده بيبقى دايما مليان كده لعب ملهاش اي علاقه ببعض، زي دول كده، قديمه بقى على جديده، سليمه على متكسره، حاجه في التوي ستوري منه كده. وكان كل طفل يرجع بيته بعد المدرسه وتعبها وقرفها وبتاع، يرجع يرمي الصندوق ده على الارض بكل اللي فيه، وباي طريقه كانت بقى هتلاقيه بيكريت حدوته كده حلوه ويجمع كل الحاجات دي فيها ويقعد يلعب بيهم ويتسلى وينبسط. فانت فاهم الطفل ده بيفكر ازاي وعايز ايه؟ فاهم؟ هنتفرج فين؟ ياد ما تحبطش، هفرجك ولو في الشارع. بس هو مفيش غيره. مين؟ يا ابني مش خلاص بطل وعمل شريط اعتزال عشان اسكت، ما انت ما تعرفش جنيه اتنكس ورجع مثقف اكتر من الاول. ونعم الشباب والله ده انا بحبه لله في لله. واهم حاجه بقى فكره انها بتبسطه وبتسليه، هي اتعملت عشان كده اصلا. يعني الصناعه نفسها اصلا مبنيه على الاساس ده، يعني توم وجيري ولا باكس باني ولا ميكي كلها مبنيه في معظمها على مواقف عبثيه محطوطه في اطار معين بس مش اكتر. يعني عادي مثلا تلاقي توم ده بيجري يقع عليه حاجه فيتحول لمكعب، تاني مشهد على طول تلاقيه بيجري ورا جيري عادي ورجع تاني زي ما هو زي الفل وكل حاجه حلوه، عشان هي في الاخر هي مش فيزياء. قشطه عادي. ميكي نفسه اول ما ظهر هو وكل شخصيات والت ديزني كانت ملامحهم واشكالهم وحركتهم
حياتهم اقرب للواقع، ومع الوقت والتطور شكلهم وملامحهم ابسط وحركتهم مرنه واخف بكتير. حتى افلام ديزني وبعد كده بيكسار في مراحل تانية اللي مشهوره بانها دايما ليها رساله وليها معنى حلو وحقيقي كانت بتتحط بالشياكه كده، يعني القصه الاول ومعاها اثاره وتشويق وشويه افيهات كده ومواقف لذيذه وحلوه، وحط بقى المورال او الموعظه دي في وسط الكلام ده كله تمام جدا، محدش هيتضايق. يعني مثلا لما نيجي نفتكر لاين كينج مش هنفتكر اول حاجه غالبا المورال بتاع القصه، يعني تفتكر هاكونا ماتاتا وتفتكر مسكار. لما انا ابقى ملك انت هتبقى ايه؟ حباطيشة. ايه ده يا جماعه؟ في حاجه خطيره جدا احنا عمرنا ما خطرت في بالنا. ايه؟ احنا ممكن نموت قبل. عشان نكون صراحة داخل الكرتون مش سالك قوي، في اوقات كتيرة كان فعلا ليه اغراض سياسية، مثلا زي افلام ديزني اللي كانت بتتعمل فترة الحرب العالمية التانية وكان عن طريقها بيهاجموا هتلر وموسوليني. وحتى في مصر شخصية مشمش حمادي اللي اتكلمنا عنها في اول حلقة كان ليه فيلم اسمه مشمش افندي في الدفاع الوطني، بيروج ان احنا لازم ندافع عن مصر مع الانجليز ضد الالمان في الحرب وبتاع. ولحد دلوقتي في افلام كتير بتتعمل بتوجهات وباجندات معينة وبتبقى واضحة في اوقات كتير، فده موجود. بس هي الفكرة بس ان هو يحصل امتى وازاي. بره مع الوقت قدروا شويه ان هم يهضموا الفكره دي ويعرفوا ازاي يقدموا الافكار بتاعتهم من غير ما يقحموها، يعني ساعات بيعرفوا يعملوا كده. وان هو مش لازم في كل التجارب ده يحصل يعني، وان مش لازم كل التجارب دي تبقى مسلسل بيتعرض في رمضان الساعه 5 قبل الفطار. معقوله يا فارس؟ ده انت صرفت مصروفك كله على السندوتشات في الفسحه، ده انت بتاكل كتير خالص. هو ايه الحكايه؟ اسمعني بس يا حسونه. هجنه كفايه بقى كلام عن الهجنه لحسن امشي واسيب. النهارده بقى هقول لك على 3 جمل تفتح بيهم موضوع مع بنت في الشات. يلا بينا. حاجه وهي انك اوعى ابدا تخش على بنت في الشات. طيب هل احنا ناقصنا حاجه عشان نعمل كرتون مصري بسيط وطبيعي مسلي بجوده محترمه وقصه حلوه وبتعرض بشكل لذيذ؟ يعني مش عارف. بس مثلا كشركات عندنا شركات زي الفل زي فولك وسمكه ونادي استوديو وغيرهم بيعملوا شغل لكارتون نتورك وللسوق الخليجي والعربي عامه. السوق المصري كمان بيعملوا حاجات تجاريه او كوميرشال حلوه جدا. مواهب مثلا، انت كل سنه بتخرج من عندك طلبه من معهد سينما او من كليات الفنون، مشاريع تخرج محترمه جدا وبمجهود في وقت قياسي، وده غير اللي بره الكليه كمان. جهود مثلا محتاج حد يساعدك برضه، متهيألي مفيش اكتر منهم يعني، لدرجه ان في مجموعه شباب بما فيهم سمك استوديو ويوحنا ناصف قالوا اول مهرجان انيميشن مصري تقريبا مجهودات ذاتيه منهم، وفي غيرهم كتير بيساعد وفعلا بيحب يساعد. العيب مش فيكم، العيب في النظام. قبل ما تعمل حاجه للاطفال من سن 2 لحد 80 سنه يعني حاول تفتكر انك تسال نفسك سؤال مهم قوي، ان الطفل ده عايز يشوف ايه، مش اهل الطفل ده عايزين يشوفوا ايه. سلام.